كلامنا النهارده عن مهاجم مرشح بشكل قوي جدا للانضمام للنادي الاهلي، ولكن المهاجم ده يعتبر من اقوى المرشحين للانضمام للنادي الاهلي لانه عنده مزايا كتيره جدا. كلامنا النهارده عن رضوان بركاني، اللاعب اللي مرشح بشكل قوي جدا للانضمام للنادي الاهلي. ولكن قبل ما ندخل في الفيديو واقول لك احصائيات اللاعب واكلمك عن اللاعب ومميزات اللاعب، ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا. رضوان بركاني لاعب لعب قبل كده نادي شبيبه القبائل الجزائري، وحاليا يلعب نادي الوقرة القطري. اللاعب ده لاعب دولي مع منتخب الجزائر، حيث ان هو لاعب مع منتخب الجزائر في كأس العرب، ولعب اخر ماتش نزل كبديل في ماتش نيجيريا. لكن هل اللاعب ده عنده قوة في التهديف؟ هل اللاعب ده على قدر مسؤولية نادي الأهلي؟ وخلينا نتكلم عن اللاعب وبعدين عن إحصائيات اللاعب ومميزات اللاعب. لأن اللاعب من مواليد سنة 2003، يعني حوالي 22 عام، طوله حوالي متر 93 سنتي، يعني بيمتاز بالطول القامة اللي هيميزه في الكرات الرأسية وهكلمك عنها بعدين. اللاعب قيمته التسويقية مقدرة بحوالي 825 ألف دولار أو يورو. خلينا نتجه سريعة إلى إحصائيات اللاعب في الدوري القطري. موسم 2025-2026 في الدوري القطري لعب 10 مباريات، بدأ في 9 مباريات من خلالهم سجل 5 أهداف وصنع تمريرة حاسمة. وهقول لك على حاجة كمان زي اللقطة اللي ظهر أمامك دي، ضيع ضربة جزاء، ولكن ده مش عيب قوي جدا في اللاعب، لأن أي لاعب في العالم ممكن يضيع ضربة جزاء. وفي كأس العرب عنده سجل مساهمات تهديفية عالي جدا، حيث إن هو لعب 4 مباريات ساهم ب4 أهداف، بخلاله تسجيل هدفين وصناعة هدفين. موسم 24 موسم 2025 مع شبيبة القبائل سجل 8 أهداف في الدوري الجزائري، وفي موسم 23-24 سجل 6 أهداف. يعني الخلاصة لاعب عنده تدرج كويس جدا في حكاية السجل الأهدافي. لاعب لعب مع منتخب الجزائر في كأس العرب وتألق، ولعب ونزل كبديل في ماتش نيجيريا الأخير قبل خروج منتخب الجزائر من كأس أفريقيا، نزل كبديل في ماتش نيجيريا. يعني الخلاصة اللي أنا أقدر أكلمك عنها، لاعب دولي، لاعب بيمتاز بتدرج قوي جدا في السجل التهديفي. ولكن بقى شفنا اللاعب، شفنا اتكلمنا عن اللاعب، إحصائيات اللاعب، خلينا ندخل على مميزات اللاعب. مميزات اللاعب زي ما انا قلت لك ان طول اللاعب حوالي متر 93 سنتي، ولكن ده مش بس اللي هيدي اللاعب طول قامه في الكرات الرأسية، لا، دي اللاعب عنده توجيه قوي جدا في الكرات الرأسية. يعني زي الكرات اللي ظاهرة امامك دي، اللاعب عنده قوة عالية جدا ان هو يوجه الكرة براسه للمرمى مباشرة، ويخليها كمان مركونة بشكل كويس جدا. يعني عنده طول قامة، عنده توجيه قوي جدا بالرأسيات، فممكن يفيد نادي الاهلي ان شاء الله في الكرات الرأسية، سواء ركنيات او عرضيات. لاعب ايضا يا صديقي العزيز عنده استحواذ على الكرة عالي جدا، اللي كان بيتميز بيه وسام ابو علي، في الاستحواذ على الكرة يعتبر بيتميز بيه ايضا رضوان بركاني في الاستحواذ على الكرة. فده هيدي ميزة قوية جدا للنادي الاهلي للعب تحت ضغط، وده اللي ممكن الاهلي يكون بيدور عليه، والله اعلم برضه، على المهاجم اللي هيقدر يساعده في التكتلات الدفاعية. وايضا اللاعب دولي، ولكن خلينا نتكلم شوية على حكاية اللاعب الدولي دي. اللاعب في سن 22 سنة انضم لمنتخب الجزائر في كأس العرب وتألق في كأس العرب بخلال 4 مباريات، 4 مساهمات تهديفية زي ما أنا قلت لك. واللاعب كمان نزل في ماتش نيجيريا. فحكاية إن اللاعب ينضم لمنتخب الجزائر في كأس أفريقيا وكأس العرب، فدي شيء كويس جدا للاعب صاحب عمر كويس وهو 22 سنة، ويقدر الأهلي يستخدمه كأن هو كمهاجم للفترة المقبلة، أو ممكن كمان نادي الأهلي يبيعه برقم كويس لو تألق إن شاء الله. وفي كمان ميزة كده انت ممكن تكون مش واخد بالك منها يا صديقي، وان هو اللاعب لاعب لنادي شبيبة القبائل الجزائري، واللي هو في مجموعة الاهلي الحالية في دوري ابطال افريقيا. يعني انا بكلمك عن لاعب تحت ضغط جماهيري قوي جدا، وهو جماهير طبعا شبيبة القبائل العظيمة. ولاعب كمان تحت ضغط جمهور الجزائر، سواء كاس العرب او كاس افريقيا. انا كام مره عمال اعيد لك في الحته دي، لان انا بصراحه مندهش من اللاعب ان هو 22 سنه وينتقل وينضم لمنتخب الجزائر ويتألق في كأس العرب بهذه الشكل. إن هو يجي يلعب تحت ضغط جمهور الأهلي، فأعتقد إن هو لاعب تحت ضغط نادي شبيبة القبائل، فدي ميزة أيضا للاعب. يعني لاعب يبلغ من عمره 22 سنة، لاعب دولي مع منتخب الجزائر، ولما لعب في كأس العرب تألق بشكل قوي جدا. وأيضا لعب في الدوري القطري، يعتبر لسه منتقل كمان حديثا وتألق بشكل كويس. ولاعب برضه كان متألق بشكل كويس مع نادي شبيبة القبائل. ففي كل محطات اللاعب في تدرج زيادة في مستوى اللاعب. فأنا شايف إن ده المهاجم المثالي للنادي الأهلي. لاعب صغير في السن، لاعب عنده الإمكانيات، لاعب تحت ضغط جماهيري. فهنا أنا بتكلم عن مهاجم أعتقد إن هو المهاجم المثالي للنادي الأهلي. ولكن هتيجي تسألني سؤال، تقولي طب مين بقى أفضل مهاجم اترشح لنادي الأهلي لحد دلوقتي؟ وجهة نظري الشخصية في كرة القدم طبعا هو هيبقى رضوان بركاني، وأيضا قبليه بقى يعني رقم واحد كده هو زكريا الدحشوري. ودي يمكن تكون وجهة نظري الشخصية، أنا شايف إن زكريا الدحشوري هو رقم واحد شفته اسمه مرتبط بنادي الأهلي إلى الآن، مع احترامي لأي مهاجم آخر.
زكريا الدحشوري، اتفرّجوا عليه وهاسيب لكم الفيديو كمان في الوصف، يمكن ده من أعلى الفيديوهات اللي جابت عندي مشاهدة، ولكن هو فعلًا اللاعب كان عاجبني بشكل قوي جدًا كمهاجم كstriker يعني معوّض لوسام أبو علي بشكل قوي جدًا إن شاء الله. وطبعًا رضوان بركاني لاعب مميز، لاعب كويس، عشان ما فيش حد يزعل منّي، لاعب عالي وأنا يعني شايف إن هو لاعب كويس، واللي كنت شُفته من بعد أمّا اسمه ارتبط بالنادي الأهلي، اللي هو كان مرشّح للانتقال لنادي الزمالك، الله أعلم الكلام ده صح والّا لأ. ما ننساش صلّوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يكن الاشتراك في القناة والسلام عليكم.